مرحبا بكم مستمعينا إلى نشرة ثقافية. دعت جمعية طرابلس حياة لحضور مؤتمرها الصحفي الذي ستعلن خلاله عن إطلاق مهرجانات طرابلس الدولية لعام 2016، وذلك بحضور رئيسة الجمعية سليمة أديب بريفي وأعضاء الجمعية ومدراء أعمال الفنانين المشاركين، والسيد ميشيل حايك صاحب ومدير عام لشركة دبل ايت برودكشن الشركة المنظمة للمهرجان، اليوم الأربعاء الواقع في 17 آب أغسطس الجاري الساعة 12 ظهرا في وزارة السياحة الحمراء مقابل مصرف لبنان. فيما دعت مؤسسة سامي مكارم ولجنة التكريم بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت دائرة اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى بدعوة لحضور أمام الجامعة الأمريكية في بيروت قاعة عصام فارس، وسيدوم الحفل لمدة 90 دقيقة، حيث سيشارك فيها الباحث بلال الأورفيلي وإيهاب حمادة للشعر الصوفي، ومازن صالحة مقطوعة موسيقية، ورشا أبي هنا وجهاد سلمان قصائد شعرية، وفاروق حمزة مازن ريدان والفنانة سحر طاهر التي تغني لسارم مكارم في قصيدة طيور الأيل، ويقدم الحفل ياسر غازي. جمعية ستوديو كار آرت الفرنسية دعت إلى مؤتمر صحفي في 11 صباح الأربعاء 31 من آب أغسطس الجاري في مبنى منظمة الأونسكو في بئر حسن مقابل المدينة الرياضية للإعلان عن معرض الصدى الصامت، وهو أول معرض للفن المعاصر يقام في متحف قلعة بعلبك الأثرية برعاية وزارتي الثقافة والسياحة ومنظمة الأونسكو وبلدية بعلبك، وذلك بحضور وزيري الثقافة ريمون عريجي والسياحة ميشيل فرعون، وممثل منظمة الأونسكو المهندس جو كريدي مسؤول البرامج في القطاع الثقافي، وممثلين عن الشركاء والرعاة. يفتتح معرض الصدى الصامت الذي يشكل حوارا بين الآثار والفن المعاصر في 17 من أيلول 2016، وسيستمر حتى 17 من تشرين الأول 2016 بحضور الفنانين اللبنانيين والأجانب المشاركين والسياسيين ودبلوماسيين وهواة وداعمين ومهتمين في الفن المعاصر وأمناء متاحف ومؤسسات ثقافية ومعارض عالمية وفنانين عالميين. ومن الفنانين المشاركين أي ويوي وزياد عنتر، دانيكا دايكيك، لوران غراسو، سوزان هيلر، تيو مارسي، مروان رشماوي، باولا يعقوب، وسينيتا زافين. والمنظمين للمعرض هما ديان آبيلا وكارينا الحلو. ويذكر أن المشروع لا يقتصر على المعرض فقط، بل سيرافقه برنامج موازن بدءا من المؤتمر الذي سيعقد في متحف سرسق بعنوان The Silence Age Archaeology، ووصولا إلى نشاطات تهدف إلى التنمية الثقافية والسياحية والتربوية في بعلبك تنظمها مؤسسة APL ليستفيد منها المجتمع المحلي والضيوف الذين سيأتون من مختلف المناطق اللبنانية والعالمية، عدا عن الزوار الأجانب والصحفيين الذين سيأتون من الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة. أعزائي المستمعين، انتهت النشرة الثقافية، شكرا لحسن استماعكم.